الله يسعد اياكم، رمضان كريم علينا وعليكم. طبعا الشيء اللي صار بالبلد شيء غير منطقي وغير واقعي. نقعد نحكي شوي باسعار العقارات اسعارها غير منطقيه وغير واقعيه، وهي لسه البلد ما استقرت، خدمات ما كملت 100%، والاسعار عنا كثير غاليه كاسعار شقق او اسعار اراضي. بنيجي بقى لاسعار الايجار، اجار البيوت واجار المحلات. يعني البيت عم يجي شخص غرفتين وصالون عم يطلب باجار البيت 1,500,000، وفي شيء عم يطلب 150 دولار، في شيء عم يطلب 200 دولار. عم يكون غرفتين وصالون، 3 غرف، خلينا نقول وصالون، يعني عم نطلب اجار بيت ما يعادل 3 مليون او 2,500,000. تجي على اجار المحلات كمان نفس عملية، اللي مستأجر قديم عم يدفع مليون، عم يجي صاحب المحل عم يضيف مليون، يعني عم يدوبل. شغل ما في، اسواق ما في بالبلد. ففي عالم عم تفضفض لنا والله موضوعها ومشاكلها، موضوع الاجارات. فبتمنى كل واحد صاحب عقار يراعي، يعني يراعي هالشعب، يراعي العالم يلي عم تحاول انه تنستر. فالله يهدي الاحوال، وان شاء الله اصحابين العقار، او خلينا نقول اصحابين الملك، والملك لله طبعا، يراعوا شوي المستاجرين عنه.